طيب خلينا نرجع للمباراة وتأهل النصر اليوم. أنت شايفه تأهل النصر هو يعني حدث المتوقع بهذا الشكل، يعني بالعلامة الكاملة؟ طبعا طبعا، يعني الكرة السعودية أنديتها أكبر من آسيا، فما بالك عاد بالنصر. طيب ما فما احنا بالك شفنا بالنصر الأندية هذا الموسم، السعودية يعني في قوة. النخبة، شايف الاتحاد والأهلي آخر جولة نتائجهم ما هي جيدة يعني. ايه احنا يعني بس في النهايه بيتاهلون وبتتغير في النهايات. يعني انا اؤمن بالاتحاد اليوم في المركز الثامن، انا متاكد انه بيتاهل، ومتاكد انه سيصل يعني لاخر مدى، ربما يصل للمباراه النهائيه وربما يصل لمباراه نصف النهائي يعني. وانا متاكد انه نصف النهائي سيكون فيه الثلاث الانديه السعوديه، الهلال والاهلي والاتحاد، يعني متاكد، هذا توقعي. لذلك النصر اليوم اقول لك انه ما بالك هذا الموسم مع جيسوس، هو قوه هجوميه ضاربه، آلة تهديفيه. تشوف نتائجه 4-5-6 4-5-6، ويمكن اكثر من ذلك، ما اتذكر يعني. لذلك هل هو متوقع؟ نعم. هل يمكن ان يخرج النصر من هذه البطوله؟ توقعي الشخصي لا. لو كانت مباراه واحده أقول لك ممكن، كرة القدم فيها احتمالات، وممكن الفريق الكبير يخسر، لكن ذهاب وإياب يعني طالما أنه في فرصة للتعويض، إذا النصر لن يخسر. الكارثة الحقيقية والمصيبة الكبيرة لو فعلا خسر النصر، لأنه هذه البطولة أنا أراها أقل جدا من النصر، بل أني أحيانا أدلل، وأتمنى أن أفهم صح، يعني ما أبغى أحد يفهمني على محمل آخر. حتى اللحظة كريستيانو رونالدو لم يشارك في هذه البطولة. انا اقول يعني الاصدقاء المحيطين بي، انا اقول لهم لو كريستيانو رونالدو الذي اتابعه منذ كان في مانشستر يونايتد يعني، واتابعه واحفظه عن ظهر قلب، يعني لاني احبه انا هالنجم واحترمه واعتبره هو الثاني بعد مارادونا بالنسبه لي انا. لا يشارك يعني الذي لعب الشامبيونز ليج لا يشارك في بطولات الاقل يعني. يعني لو كان رونالدو في اوروبا لن يلعب بطولة بس كأس بيلعب، الاتحاد بس الأوروبي. بيلعب النهائي. لذلك لو النصر وصل النهائي بيلعب. انا انا اقول لك، انا احمد الفهيد بحسب معرفتي، انا ما اعرف رونالدو شخصيا، بس بحسب يعني رصدي رونالدو ومعرفتي لتاريخه وطريقه تفكيره، انا اقول لك هذه البطوله حتى لو وصل النصر النهائي لن يلعبها كريستيانو رونالدو، لان اعتقد العقلية رونالدو أنه لا يحفل بمثل هذه البطولات ولا يحتفل بها، لأنها بطولة يعني أقل من البطولات الكبرى. البطولات الكبرى بالنسبة لرونالدو هي الدوري في أي بلد ذهب له، هي بطولة القارة في أي بلد ذهب له، ثم تأتي البطولة اللي هي بطولة كأس الملك، مثل كأس ملك إسبانيا أو طيب كأس وكل هذه كل هذه ما لذلك جاء، كل هذه ما ذاقها في السعودية. طيب انت كذا. هذه كلها خسرها رونالدو صحيح. لذلك هذه البطولة لا تعتبر تعويض رونالدو. لذلك أنا في رأيي، وقد أكون مخطئ، أنه رونالدو لن يحفل ولن يحتفل بهذه طيب البطولة. هذا رأيي الشخصي. منصور الرشيد على